من أهم البنود اللي عليها اختلاف في مفاوضات بين إيران وأمريكا القائمة حاليًا في باكستان يا جماعة، هو بند أذرع إيران. أمريكا يا جماعة عايزة تقضي على الأذرع الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط، سواء في لبنان أو في اليمن أو في فلسطين، اللي هي من الآخر المقاومة اللي هي بتحارب أو بتضايق الكيان الصهيوني. أمريكا عايزة تقضي على هذه المقاومات كلها. إيران ما باعتش لبنان يا جماعة زي ما عايزين يصدروا لنا في إعلامنا، أو عايزين أو يغذوا الإعلام اللي بيغذي فكرة إن إيران خسرت وإيران باعت الأذرع بتاعتها في المنطقة. إيران متمسكة بأذرعها في المنطقة، وبالعكس المفروض إحنا كعرب نخاف من سقوط إيران، لأن سقوط إيران يا جماعة هيعمل فراغ كبير أوي في المنطقة، وهيخلي إسرائيل قوة أكبر وأكبر محدش هيقدر عليها. إسرائيل بتحارب إيران لأن إيران قوة عسكرية كبرى. إسرائيل خايفة من إيران وشايفاها إن هي عدو الأول لإسرائيل. عدو إسرائيل المفروض حليفنا، مش العكس. إحنا كدول عربية وكلنا دلوقتي شايفين مين هيحاسب على فاتورة هذه الحرب. للأسف الشديد اللي هيحاسب على فاتورة هذه الحرب وهي الدول العربية، وبالأخص دول الخليج العربي. على الدول العربية هذه أن تعيد حساباتها في تقييم العباءة الأمريكية، وأن تخرج من تحت هذه العباءة. وعلى الدول العربية أن تعيد حساباتها في التعامل مع حكام الإمارات بالأخص. على الدول العربية أن تعمل أو على الدول العربية أن تستكمل التحالف السني القائم حاليا أو في بداياته ما بين مصر وتركيا وباكستان والسعودية. يا جماعة الحرب دي كشفت حاجات كتير، وكشفت وجوه كتيرة أوي كانت لابسة أقنعة. المفروض إحنا كعرب نتماسك ونتحد ونبقى قوة لا يستهان بها في المنطقة، لأن إسرائيل عايزة تفرض هيمنتها على منطقة الشرق الأوسط، لذلك عايزة تقضي على إيران وأذرع إيران. أمريكا عايزة الهيمنة العالمية، وبالأخص عايزة تقضي على الصين. أمريكا مش شايفة غير الصين، إسرائيل مش شايفة غير الشرق الأوسط. هما عايزين يضعفونا ويضعفوا الدول العربية بحيث تبقى منطقة الشرق الأوسط ديت تحت سيطرة اليهود وتحت سيطرة الأمريكان، والكل يخضع ويركع لليهود والأمريكان. والله المستعان.